في السنة الثانية للهجرة حصلت غزوة بدر، وهي أول وأشهر المعارك بين المسلمين وقريش. المسلمين خرجوا في البداية لاعتراض قافلة تجارية لقريش، وما كانش هدفهم خوض معركة عسكرية واسعة، لكن بعد وصول الخبر لسادة قريش جهزوا جيش من أفضل المقاتلين لحماية القافلة وإثبات عددهم وقوتهم. عدد المسلمين كان حوالي 313 مقاتل، ومعهم قدر محدود من السلاح والدواب، وده مقارنة بجيش قريش اللي كان حوالي 1000 مقاتل مجهزين بأفضل العتاد. الجيشين اتجمعوا في منطقة بدر واللي كان فيها آبار مية، وكان للموقع أثر مهم في سير المعركة. نظم النبي صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبدأت المعركة بمبارزات فردية بين عدد من قادة الجيشين، واتقتل فيها شوية من أهم زعماء قريش. وبعدها بدأت المواجهة العامة، واستمرت لحد ما انتهت بانتصار ساحق للمسلمين. واللي اتبقى من جيش قريش تم أسره، واللي استشهد من المسلمين كان حوالي 14 مقاتل. انتصار المسلمين في بدر كان ليه أثر سياسي وعسكري كبير، وغير موازين القوة في الجزيرة العربية.